طلب النادي الإسماعيلي رسميا إعادة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام نظيره نادي سموحة، والتي جمعتهم أمس الجمعة الموافق 2 مايو 2025 ضمن منافسات مسابقة دوري النيل بسبب خطأ في تطبيق القانون. وتقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة، والتي أقيمت على استاد برج العرب. وتضمنت شكوى الدراويش المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون، كما طلب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة والسماح لمندوب من النادي الإسماعيلي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو فار أثناء واقعة طرد لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن الدح في الشوط الثاني من المباراة، وذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس وفقا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة في إطار من الشفافية والعدالة المفقودة في الدوري المصري.